سؤال فقهي يقول: هل يجوز رمي الجمرات قبل الزوال؟ وهل في هذا الأمر فتوى من هيئة كبار العلماء؟ أقول: فتوى هيئة كبار العلماء بأنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. ويا إخوان، أنا أنصحكم في هذه المناسبة بنصيحة. الواحد منا ترك الوطن وترك الأهل وخسر المال وتحمل هذه المشاق التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في سبيله وفي ميزان حسناتنا. يا إخوان، إذا أردنا أن نؤدي العبادة على الوجه الذي نضمن بإذن الله أنها تقبلت، فعلينا أن نتحرى فيها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام حج بالصحابة، وكان يحرص على أن يعمل العمل بمرأى من الناس، حتى الطواف والسعي كان يطوف ويسعى على الجمل. لماذا؟ حتى يراه الناس ويتأسوا به. ولذلك كان يقول لهم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. في يوم 11 و12 و13 كان عليه الصلاة والسلام لا يرمي أحد من أصحابه إطلاقا، ويأتون ويجتمعون عند الزوال عند الجمرة ويبقون. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يرقب الشمس متى تزول، هو أصحابه حوله من الناس الذي حج معه عليه الصلاة والسلام حوالي 124,000، كلهم واقفون ينتظرون متى يرمي النبي صلى الله عليه وسلم فيرمون. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم متنطع. لماذا لم يقل لواحد على الأقل من الناس: أو لا بأس أن ترموا، لكن أنا لا أريد أن أرمي إلا في هذا الوقت؟ ثم نلاحظ يوم العيد متى كان الرمي؟ بعد الفجر. يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرمي هنا بعد الفجر وهنا ما يرمي إلا بعد الظهر؟ 3 أيام، ليس يوما واحد، 3 أيام يصر على أن لا يرمي إلا بعد الزوال. ويقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وبعد ذلك يأتي من يأتي ويقول: النبي صلى الله عليه وسلم قول هذا لا يدل على أنه لا يجوز لنا أن نرمي قبل ذلك. طيب، إذن والله نخرب الحج كله. تعال، النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجعل البيت عن يساره، لكن هل هو عليه الصلاة والسلام أيضا قال: لا تجعلوا البيت عن يمينكم؟ طيب روح يا أخي طف بالعكس، خل البيت عن يمينك وتعال بالعكس كذا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ من الصفا وذهب للمروة. والله يمكن أحيانا يجي الواحد منا من جهة المروة، هذه تحصل لنا، ويقول: والله أنا ما أبغى أخسر شوط كامل، ليش أبتدئ من المروة وأذهب هناك وأصير عكس؟ يعني وش المانع؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا؟ يلا عطني دليل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تبتدئ من المروة، ولكن لابد أن تبتدئ من الصفا. إلا بفعله، كما أنك تأخذ من فعله وتلتزم بهذا الشيء، إذن يا أخي التزم به أيضا في هذا. وهكذا قل في أي عمل من أعمال الحج. نقول لو التزمنا بهذه القاعدة التي يمشون عليها، والله نخرب الحج كله، ليس فقط في مسألة الرمي ولكن الحج كله. يعني من الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نجعل السعي بعد الطواف، السعي قبل الطواف؟ من الذي قال هذا؟ أين الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نسعى قبل أن نطوف؟ ما فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل السعي ملتصقا بالطواف. ولذلك ما هي أركان الحج يا إخوان؟ إن كنا نعرف، فينا طلبة علم، من يقول لي ما هي أركان الحج؟ الإحرام، طواف الإفاضة. لحظة، السعي ما هو من الأركان، لاحظ. طواف الإفاضة وإيش؟ والإحرام والوقوف بعرفة، 3 أشياء. طيب ليش ما ذكر السعي؟ هي 3، الأركان 3. لماذا ما ذكر السعي؟ لأنه مع الطواف، ملتصق بالطواف، يعني السعي مع الطواف، فما يتصور سعي بلا طواف. لكن لو جينا نتلمس الأدلة بهذا التفقيط وبهذه الجزئية، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة: خذوا عني مناسككم. قول بليغ، طبق عليه الصلاة والسلام بفعله وهو يقول: خذوا عني مناسككم. صلى وهو يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن النفوس الآن البطالة التي تريد أن تتخلص من التكاليف الشرعية، يا إخوان فيه نفوس بطالة أصبحت التكاليف الشرعية عليها أثقل من الجبال الرواسي. جاءنا فقه رخص، لا بأس لا بأس لا بأس، وما أدري والله متى يصير. وأنا أقول للإخوان، وشوفوا خاصة الشباب،
يمكن يدركون هذا، نحن الله أعلم ندركه أو لا ندركه. أنا أقول إذا استمر المنهج هكذا سيكون الحج يصل إلى أنه أقل من يوم. سيأتي أناس يمشون من بيوتهم في ليلة العيد، ويأتي ويقف في عرفة مثلا، والله يصل إليها في الساعة 12 في الليل و5 دقائق وقف بعرفة، ثم مشى إلى مزدلفة وبقي فيها إلى الصبح. هذا بعد إن بقي إلى الصبح، وربما بعد يترخص ويأخذ أيضا ولأن فيه الأقوال كثيرة، يعني ما فيه مسألة ما فيها خلاف، ويذهب ويطوف من ليلته ويرمي الجمرة وسلام عليكم ويمشي. ليه؟ لأنه يعني في قول إنه والله المبيت بمنى ورمي الجمار كل هذه سنن، ولو تكلف يعني ذبح ذبيحة وخلاص ويمشي. والحج كله ما هو إلا بضع ساعات، أقل من يوم. صدقوني إن بيان على فقه الرخص هذا يصح الحج بهذه الصورة عندهم. وإن قدر الله لكم أن تعيشوا يمكن ترون الأمور تصل إلى هذا الحد. لعب بدين الله موجود. نسأل الله العافية. أنا خفت أن ندرك هذا والآن أدركناه، والله المستعان. يا أخوان اتركونا من الأشخاص. شوفوا، سواء رخص فيه فلان أو فلان، ما علينا من الأشخاص، نحن علينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأمر العتيق. يعني كلام أهل العلم والمسألة شبه إجماع، أنا ما أقول إجماع بالكامل لكن شبه إجماع، يعني أقوال جماهير أهل العلم كلها على هذا القول، أنا لا يجوز الرمي قبل الزوال. يعني أقوال شاذة وجدت لبعض أهل العلم، ومهما تتبعنا الشواذ ضعنا. ما تكاد تجد يا أخي مسألة ما فيها خلاف. لا نجلس نتعبد الله جل وعلا بآراء البشر وأقوال البشر. الدليل هو الذي نتحاكم إليه، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والرب جل وعلا عاب على أهل الكتاب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف؟ أطاعهم في تحريم ما أحل الله والعكس. إذا كان كتاب وسنة وأدلة عندنا، ماذا نبتغي بعد ذلك؟ إذا أخطأ إنسان نتابع في زلته. يا أخوان والله لو ذهبنا نتبع زلات العلماء يعني نرتكب محارم كثيرة. يعني لا أريد أن ألطخ أسماعكم بأشياء تتقزز منها النفوس، فيها أشياء ما هي طيبة. يعني هل كل ما أخطأ عالم نروح نتابع في زلته؟ العلماء السابقون ماذا يسمون هذا الذي يتتبع زلات العلماء ويجمع والله فقه ملفق من الجميع؟ زنديق. إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه الله تعالى كان أحد قضاة الدولة العباسية، دخل على أحد حكماء بني العباس، فقام الخليفة ودفع إليه كتاب، قال والله جابوا لي هذا الكتاب. نظر فيه إسماعيل بن إسحاق فغضب ورماه وقال مؤلف هذا كافر. كافر؟ أعوذ بالله، يعني وين؟ قال كافر لماذا؟ ألم تصح هذه الأقوال عن أصحابها؟ قال بلى، ولكن الذي أباح هذا ما أباح كذا وكذا وكذا، والذي أباح هذا ما أباح كذا وكذا وكذا وكذا. فهذا جاء لزلات أهل العلم كلها وجمع هذه الزلات وشكل منها هذا الفقه الأعوج. يا أخوان، الذي يريد السلامة لدينه فليحرص على أن يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي. يا أخوان، لو جئنا لحياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد أنها هي الحياة النموذج الذي ينبغي أن نسير عليه. يا أخوان، أنا دوما أقول للإخوة، أقول أتحدى بجهلي لأني أجهل أن يوجد مثل هذا. أنا لا أعرف أن صحابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنك أمرت بالشيء الفلاني، لكن أنا أحب أن أسألك يا رسول الله هل أمرك هذا للاستحباب أو للوجوب؟ لأن الأوامر تنقسم لأمر استحباب وأمر وجوب، فأمرك هذا يا رسول الله هو للاستحباب أو للوجوب؟ ولا وجدنا صحابيا آخر جاء وقال يا رسول الله أنت نهيت عن كذا، لكن أحب أتأكد هل نهيك للكراهة أو للتحريم؟ لأن إن كان للكراهة يمكن أن أفعله، وأما إن كان للتحريم لا ما أفعل. فهل نهيك للكراهة أو للتحريم؟ ما كان الصحابة والله يعرفون هذا الفقه، إنما يعرفون قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. لأن يا أخوان الأوامر ليس كلنا نستطيعها. على سبيل المثال المريض الذي أجريت له عملية مثلا
يستطيع يؤدي الصلاة وهو قائم وركوع وسجود وهو يعني بعد خارج من العملية، فتح صدره فتح بطنه وهكذا، ما يستطيع. طيب كيف يصلي؟ على حسب استطاعته. يمكن يصلي وهو نائم، يؤشر إشارة. إذن فأتوا منه ما استطعتم، هذا حسب استطاعته. لكن والله النواهي، يعني واحد يقول والله يا أخي أنا حقيقة أني يعني أنا مضطر أني أزني، يعني ما عندي امرأة وأنا مضطر أزني، نقول له إيش؟ يعني فيه مشقة عليك، يعني إذا خفت والله على نفسك وكذا ما في بأس، لكن شوف لك واحدة مثلا ما عندها زوج ولا كذا، ولا يعني لا تستغربوا، والله يمكن يجينا إسلام مودرن، يعني على الآن والله عصر العجائب، يعني ما عاد تعجب من شيء. إذن ما أمرتكم به وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، لأن النواهي كل أحد يستطيع أن ينتهي، لسنا ملزمين بارتكاب ما حرم الله أبدا. فهذا الذي كان يعرفه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك انظروا في حياتهم تجدونها كلها مليئة بهذا. يعني على سبيل المثال رجل من الصحابة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع خاتم ذهب في يده، فاتخذ الصحابة كلهم خواتيم من ذهب، ثم إنه عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي وأخبره بأنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا الذهب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والناس يرونه، فخلع الخاتم الذي من ذهب، فخلع الناس خواتيمهم، لكن يبدو أن أحد الصحابة ما كان موجودا فبقي الخاتم في يده. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أحد أصحابه وفي يده خاتم من ذهب، فغضب غضبا شديدا، ثم نزع الخاتم من يده وألقاه في الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، ثم مشى صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي وش هذا؟ وش هالأخلاق هذه؟ طيب قل لي، تأخذ كذا وتهيني أمام الناس يعني بهذا الشكل؟ طيب قل لي شيله واشيله. طيب وبعدين يعني لماذا تجرح شعوري أمام الناس؟ يعني هذه فضيحة وليست نصيحة. كان يمكن تجيني في البيت ولا ترسل لي رسالة، ولا يعني هذه الغلظة وما هذا الدين. ترى بعض الناس نفوسهم كذا، يعني لو أمرناه ولا كذا ولا جاءهم إنسان ناصح، الناصح يعني قد يغلظ يا أخوان، يعني أحيانا من الأشياء ما يحتاج معها إلى الغلظة أحيانا أو إلى الشدة. والمربون والدعاة والعلماء أحيانا يحاولون أن يصلوا إلى مقاصد، لكن بعض الناس لا يدرك هذه المقاصد. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام جميل يقول: مثل المؤمن للمؤمن كاليدين، تزيل إحداهما وسخ الأخرى. يعني لو أردت أن تزيل وسخ يد واحدة بمفردها ما تستطيع، لابد تستخدم اليد الثانية. فهكذا المؤمن للمؤمن لابد أن يشد على يديه. وإن من الوسخ ما لا يزول إلا بخشونة، ولكن يحصل بعد ذلك من النعومة ما نحمد معه تلك الخشونة. أحيانا نحتاج للخشونة، يعني مو دائما والله فرش ناعمة، لا، يعني المربون والدعاة يراعون أشياء. طيب، فهذا الرجل قيل له: خذ خاتمك انتفع به، يعني بعد ما مشى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ذهب، يعني خذه أعطي زوجتك ولا بعه، ولا أخذه. فالرجل كره هذا المال المحبب للنفس. تعرفون المال محبوب للنفس، وإنه لحب الخير لشديد. هذا حال بني آدم، يحبون المال، تحبون المال حبا جما. لكن هذا الرجل أبغض المال لأنه أغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نريد ناس يعني تشكلت نفوسهم إيمانيا بهذه الصورة، ما نريد هؤلاء الناس الذين يريدون التفلت. لذلك لابد يا إخوان أن يكون هوانا تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يجد من نفسه شيء من القصور لابد يعالجها حتى تحب شرع الله. يعني الآن الواحد حينما مثلا يربي هذه الشعيرات في وجهه، بعض الناس يمكن في البداية يربيها
وهو كاره. ليه؟ لأنه يرى منظره تغير، ويعني بعد ما شاء الله ذيك الخدود مثل خدود البنت، يعني جاك هالشعر هذا، ما هو متقبل الوضع. ما عليش، طيب تحمل يا أخي شوي وبعدين يعني شوف نفسك. لكن يا أخوان، من الناس من يرى أن هذه النعومة التي في وجه بعض الناس وهو يزيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم يراها قبحا، وهي كذلك. يعني لا بد أن يكون ميزان الحسن والقبح عندنا ميزان شرعي، مهم ميزان عقول، خاصة العقول اللي تأثرت بثقافات الغرب. شفنا والله الغربيين يعني الواحد منهم أملس ونريد أن نكون مثله. لا يا أخي، هذا الشعر ما جعله الله جل وعلا في وجهك إلا لحكمة. يا أخي انظر إلى الأسد كيف هو، شو الفرق بين الأسد واللبؤة؟ في فرق ولا ما في فرق؟ لكن أيهم أجمل؟ صحيح الأسد والله أجمل من اللبؤة يا أخوان، ولا يبهل فيها. طيب يا أخوان، يعني لا بد أن تنجذب نفوسنا. يعني قال لي أحد الإخوة مرة من المرات: يا أخي أنا بأسألك يعني سؤال، يعني في بعض الأحيان يكون الواحد والله أخذته النومة عن صلاة الجماعة، فلما قام يعني هو نايم معذور، يعني رفع القلم عن 3 وأحدهم النايم حتى يستيقظ. قال والله جت من ربي، يعني فرح يعني بترك صلاة الجماعة يعني. قلت طيب، لكن في المقابل تجد إنسانا آخر إذا فاتته صلاة الجماعة انعصر قلبه، تكدر مزاجه، أحس كأن عضو من أعضائه قد بتر، أصبح ذلك اليوم كله متعكر المزاج. ليه؟ لأن هذه الصلاة محبوبة للنفس، يعني يحس أن الشيء محبوب لنفسه قد فقده. ليس كذاك الذي يشعر أن صلاة الجماعة تكليف. ولذلك يا أخوان والله رأيت مرة وأنا خارج من الحرم رجل مع الجهة الشمالية، يعني فيه درج طويل، ورجل يعني يمشي على عصي من هنا ومن هنا، يعني بالكاد يمشي والدرج أمامه. جلست أتأمل وأقول سبحان الله، شوف هذا كيف يعني نفسه قادته لأداء الصلاة مع هذا المكان الذي يصعب عليه الصعود معه والنزول. وهناك أناس أنعم الله عليهم بصحة البدن، الواحد منهم مثل ما نقول حنا زنده يمشي عليه التيس، يعني أعطاه الله من القوة ما أعطاه، وفي هذه الشوارع المضاءة وهذه السكك كل شيء ميسر، ومع ذلك لا يشهدون صلاة الجماعة، بل بعضهم قد لا يشهد الصلاة إطلاقا. الفرق بين الفريقين عظيم. ونحن ماشيين من مزدلفة أولي الشباب معي في الأتوبيس، قلت شوفوا سبحان الله كيف رجل أفريقي واحد من هنا وواحد من هنا، هذا ممسك بعضده من هنا وهذا ممسك بعضده من هنا، وظهره كالعرجون، منحني، شيخ كبير في السن يعني يعضدها أولاده ويمشون به، وهو جاي الحج، وأناس تمضي عليهم سنون عظيمة ما حجوا ولا كلفوا أنفسهم أن يحجوا، وقد أنعم الله عليهم بكل النعم. وهذا لا يستطيع أن يركب الآن، أولاده يسحبونه سحبا والله يعني بشكل يدعو للشفقة. فهذه يا إخوان القلوب هذه إذا تغيرت وأصبح القلب قد ألف طاعة الله، أصبحت هذه الطاعة محبوبة كأنها جزء من كيانه. صحيح يا إخوان ولا لا؟ هذا هو الواقع. فإذا ينبغي أن يكون هوانا كما قلت تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد.